يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماراتي الحلوين، يا رب تكونوا جميعا بخير يا رب وفي أتم الصحة والعافية. روتين جديد وفيديو جديد. عايزة أقول لكم بقى هو تشجيعي جدا وفي أفكار حلوة قوي. بجد هتفيدكم جدا جدا وهتحل لكم مشاكل كتير قوي في التنظيف وفي شغل البيت عامة. بصوا، أول حاجة بقى اتشجعت كده على البوتاجاز عندي، والفرن بتاعي برضو كان عايز يتنضف. عايزه اقول لكم ما شاء الله نظفته بالمنظف اللي هو السترس ده. دايما بقول لكم عليه سترس حلو قوي، هو غالي شويه بس صراحه هتجيبيه يقعد معاكي يعني ما شاء الله فتره حلوه. يعني انا بجيبه بيقعد معايا كذا شهر، بستخدمه لما احس ان خلاص البوتاجاز جاب اخره وبنضف بيه حلو قوي. طاسة القلي بصوا رجعت معايا جديدة زي الفل يعني. انتوا عارفين طاسة القلي دي مطرح التحمير بتبقى فيها بقى دهون جامدة جدا وحروق وبتبقى رهيبة. يعني انا الصراحة كنت نفسي اصور لكم قبل وبعد، بس كان يعني ما كانش في خاطري ان انا هصور اصلا. وبعد كده قمت قلت لا، لازم ان انا ايه يعني اشارك معاكم الافكار المهمة قوي دي. بصوا بقى كده حاجة يعني منتهى الجمال بجد، منتهى الراحة النفسية. وانت بتحطي بقى الزيت كده. كنت هقلي بطاطس، قلت خلاص يعني كان اديلها فترة. انا كل فترة كده بحس ان الطاسة بتاعتي بتاعت التحمير محتاجة تتغسل يعني وكده. بقوم ماسكة بقى السترس ده واشتغل بقى كده عليها، ابخ عليها بقى بره وجوه يعني بصوا على كل المناطق اللي هي المحروقة او الدهون او كده. بتفرق خالص والله. جربوها مع طاسات القلي ومع البوتاجازات والافران، رهيب بصراحة السترس. كمان ما بياخدش منك دعك جامد. تمام. طيب هشارك معاكم فكرة تانية بقى. هنعمل مع بعض صينية كيكة حكاية وتحفة تحفة. لو مالكيش في الكيكة انا هقولك طريقة سهلة جدا جدا تقدري تعملي بيها كيكة الشوكولاتة بكل سهولة، او اللي هو بيسميه الجاتو شاتو. بتجيبي 4 مكونات: كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية زيت، ونص كوباية كاكاو. لو عندك كاكاو خام تمام، لو مش عندك هاتي اللي هي عبوة كاكاو كورونا، كنت شفتها معايا في المشتريات قبل كده. وحطي العبوة دي، هي بتبقى كاكاو كورونا ده بيبقى كاكاو محلى، بتحطيه بدل الكاكاو الخام، بيبقى طعمه برضو حلو قوي. وتضربيهم كويس، بيعملوا لك صوص الشوكولاته العسل اللي انتوا شايفيني واخده منه كوبايه كده. وبعد كده ضفت بيضتين زي ما انتوا شفتوا وكيس فانيليا. تمام كده. ده في الخلاط، ضربته في الخلاط. وشلت كوبايه التزيين اللي هي كوبايه الصوص الشوكولاته ده في التلاجة. وضفت زي ما انتوا شايفين في الطبق بتاعي ده، حطيت كوبايه نخلتها من الدقيق، كوبايه واحده بس من الدقيق، وكيس من البيكنج باودر. تمام كده. بصوا انا كوبايه الشوكولاته بتاعت التزيين كنت لسه ما حطيتهاش في التلاجة. المهم، وقلبت كوبايه الدقيق بالبيكنج باودر بالمكونات السائله اللي في الخلاط مع بعض كده بالمضرب. بصوا كيكه قمر قمر قمر. وعملت جنبيها برضو كيكه اللي هي الفراوله دي. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، اللي هي كيكه الفراوله دي، اللي حابب يشوفها بتتعمل ازاي. بتتعمل بكل سهوله بعبوات الجيلي الفراوله اللي هي بتاعت دريم دي. بصوا حاجه نايتي، حاجه نايتي. قمر قمر قمر. جميله جدا. تحفه تحفه بجد. كان طعمها جميل جدا جدا وخفيفه، سهله قوي في العمايل. وزينتها كده بصوص الشوكولاته برضو. قلت طالما انا بالمره عامله صوص، بقول لكم بصوا. بصوا نايتي، حاجه نايتي. عارفين انتوا اللي هي سمك خفيف وهشه في نفس الوقت. بصراحه جميله جدا. فحبيت برضو ان انا اشارك معاكم الافكار دي. هسيب لكم اللينك بتاع فيديو كيكه الكريم كراميل او كيكه الفراوله. هما الاتنين بيتعملوا بنفس الطريقه، وانا عاملاها لكم مع بعض في فيديو منفصل. هسيب لكم اللينك بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف عشان اللي حابب يرجع له يعني.
طيب انت قلت لنا بقى يا عبير، صلي على النبي كده الاول. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دي الصلاه الابراهيميه طبعا. فحبيت اذكركم يعني ونفسي بيها. كنت بقول لكم الافكار بقى اللي احنا قلنا هنقولها مع بعض في الفيديو. قلنا فكره التنظيف البوتاجاز والطاسات، سترس روعه ومش هياخد معاكي مجهود خالص، وحته السلكه بتاعتك واشتغلي. هتسيبيه 10 دقايق كده وعلى المناطق الدهون عندك، حتى لو عندك دهون في السيراميك، سيراميك المطبخ، ارضيه المطبخ. بصراحه رهيب السترس، رهيب. ايه تاني؟ قلنا الفكره التانية بتاعت الكيكه، فكرة حلوة قوي قوي لو انت عايزة حلو كده تسقعيه كده ويبقى حلو قوي في الصيف ده. الصراحة انواع الكيكة دي تحفة. بصوا بقى الفكرة اللي بعد كده خاصة بتطبيق الهدوم. يعني هقول لكم كده حيلة ذكية بحب ان انا اعملها جدا. لما يكون عندي هدوم خلاص بقى نشفت وعايزه بقى ايه الم الغسيل بتاعي واطبقه كده، فانا علشان ما اكسلش عنه بقوم قايله ايه، انا هخلي الفقره دي، والله زي ما بقول لكم كده انا بمشيها كده في اليوم بتاعي. هخلي الفقره دي وقت مثلا ما بيكون الحاجه على النار، الغدا بتاعي الاكل بتاعي على النار، فبحس ان انا ايه في الوقت ده بكون انا مش عارفه اعمل ايه. يعني بكون الاكل مثلا على النار خلاص هو بيستوي، حتى مثلا اللحمه بتاعتك بتتسلق، الصينيه بتاعتك مثلا في الفرن بتتعمل، اي حاجه، والرز على النار بيتشرب، اي حاجه انت يعني عاملاها للغدا وحطها على النار. في الوقت ده تجيب دورة الغسيل بتاعتك وتطبقيها، مش هتحسي بيها خالص. وانت قاعدة كده على السرير على الكرسي واقفة كده سريع سريع، مش هتاخد معاكي بالظبط 10 دقايق. هتطبقي الحاجة أول بأول ومتتراكمش عليكي، وفي نفس الوقت يفضل الدولاب عندك رايق كده ومنظم، وما تحسيش ان ده حمل عليكي زيادة، وان هو حاجة مملة مثلا، او يعني اللي هو يعني تقعدي تراكمي بقى ايه كذا دورة غسيل مثلا وتراكمي الهدوم على الكنبة والكلام ده. الكلام ده لا خلاص بقى محدش عاد بيعمله خلاص. يعني الموضوع ده صراحة روتين فاشل جدا. لكن الروتين الناجح انك باستمرار تكوني محافظة على ترتيب جدا الملابس بتاعتك، وانت حتى وتسوي ايدك كده بالحاجة في الدولاب وانت بتحطيها. مهمة جدا جدا النقط دي. الفكرة اللي بعد كده يا بنات هي تلميع الأسطح. حافظي جدا على الموضوع ده. احنا دلوقتي في فصل الصيف، كلنا فاتحين الشبابيك، مشغلين المراوح، الترابة على طول باستمرار بتخش البيت. فانتي لو ما عملتيش ده بشكل يومي هتحسي ان كأن ما فيش تنظيف، كأنك انت ما بتنظفيش تنظيف عميق، وكأن الدنيا عندك مش رايقة. يعني خلي بالك قوي من النقط دي. تلميع الاسطح دي مهمه جدا، زيها هي وكنس الارضيات، تكون بصفه يوميه كده في التنظيف اللي هو السريع اللي احنا بنعمله كده. تنظيف سريع كده في خلال ساعه. بتكوني مثلا بتعدي كده على الشقه بتاعتك، تشوفي الحاجه اللي محتاجه تتلمع، الحاجه مثلا اللي هي بتكون جنب الشباك او جنب مثلا مكان معرضه جدا للاتربه او كده. حلو قوي. الفكره اللي بعد كده يا بنات المنشر الداخلي. المنشر الداخلي عايزه اقولك بصراحه فادني كتير جدا. فادني قوي في ايام الحر دي، لان بقى يخليني ما كسلش على النشير. يعني انا كنت في الاول بغسل الهدوم في الغساله، ممكن اقعدها مثلا يوم كامل على ما انشرها، اللي هو مثلا ايه مكسله ان اطلع انشر في الحر. عايزه مثلا انشر بالليل، اجي بالليل اكسل، اكون ورايا حاجات خاصه بالولاد، فكنت في دوامه كده مش لطيفه خالص. ففعلا هو حللي مشكله كبيره جدا وخلاني ما بقتش اكسل على النشر. المنشر الداخلي وخاصه المنشر الحائط ده جميل جدا، كتير منكم سالتوني عليه. المنشر الحائط ده تحفه الصراحه. يعني كمان زي ما انتم شايفين كده في امكانيه يعني ايه بيقفل ويفتح، انت بتضغطي عليه كده وقت ما تكوني خلاص لميتي الغسيل، ما بياخدش معاكي حيز خالص في الشقه عندك. انا عندي معلقاه فين جنب الغساله كده في المطبخ، عندي بلكونه صغيره كده فمعلقاه فيه. وبصراحه عايزه اقول لكم يعني ما شاء الله فايدني جامد جدا.
الفكره اللي بعد كده يا بنات اللي هي عجينه البيتزا. انا كنت قلت لكم قبل كده على مقاديرها، مقادير مظبوطه جدا، ولو حابين ان انا اسيب لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف. هي احلى حاجه في المقادير العجينه دي ان هي مش تنفع بيتزا بس، لا تنفع زي كده. انا بعملها ساعات زي ما انتم شايفين كده، بعملها زي سندوتشات كده، بس يعني زي ايه قرص كده، او اللي عندي الولاد بيحبوها بكون حاشيها لهم بقى جبنه، عندك عجوه، مربى، زي ما تحبي. بتبقى حلوه قوي قوي، وجبات فطار عشاء. عجينه البيتزا هسيب لكم المقادير بتاعتها برضو في صندوق الوصف، لينك خاص بيها هسيبه لكم برضو في صندوق الوصف لو حابين ترجعوا له. زي ما قلت لكم هي مش بس للبيتزا، بعملها زي كده قرص كده، احشيها لهم جبنه او حلو او حادق، تبقى جميله جدا وسريعه كده في العمل وحلوه قوي. وبعد كده في الاخر بشغل عليها الشوايه، ما تاخدش حاجه في السوا اصلا، يعني هي ربع ساعه في الفرن كده، بس يكون الفرن حامي كده وتكوني مسخناه. بصوا بتبقى هشه وجميله. هقطع معاكم كده واحده اوريكم من جوه، بتبقى تحفه تحفه تحفه، وبتبقى جميله وحاجه نظيفه انت عاملاها في البيت. وزي ما قلت لكم بتنفع جدا وجبه فطار او عشاء، بتبقى روعه. هسيب لكم المقادير بتاعتها واللينك بتاعها بتاع عجينه البيتزا ده في صندوق الوصف ان شاء الله لو حابين ترجعوا له. اتمنى تكون الافكار دي عجبتكم ويكون نوعيه الفيديوهات دي بتعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله.